فيه واحدا من قلائل حضروا إعدام صدام حسين، والرسالة تصف اللحظات الأخيرة من حياة الرئيس العراقي الراحل، وفيها يقول الجندي إن الرئيس الراحل ابتسم بعد أن نطق بالشهادتين قبيل إعدامه، وظل مبتسما حتى فارق الحياة. ويؤكد الجندي الأمريكي اعتقاده أن الرئيس صدام رجل يستحق الاحترام. وعن اللحظات الأخيرة من حياة صدام حسين يقول الجندي: لقد فتح باب زنزانة صدام حسين 2:00 صباحا بتوقيت غرينتش، ووقف قائد المجموعة التي ستشرف على إعدامه، وأمر الحارسين الأمريكيين بالانصراف. ثم أخبر الرئيس صدام أنه سيعدم خلال ساعة، ولم يكن هذا الرجل أي الرئيس صدام مرتبكا. ويضيف الجندي أن صدام طلب تناول وجبة من الأرز مع لحم دجاج مسلوق كان قد طلبها منتصف الليل، وشرب عدة كؤوس من الماء الساخن مع العسل، وهو الشراب الذي اعتاد عليه منذ طفولته. وبعد تناوله وجبة الطعام دعي لاستخدام الحمام درءا لأي موقف محرج أثناء عملية الإعدام، فرفض صدام ذلك. ويضيف الجندي الأمريكي: في 2:30 توضأ صدام حسين، وجلس على طرف سريره المعدني يقرأ القرآن الذي كان هدية من زوجته. وخلال ذلك الوقت كان فريق الإعدام يجرب حبال المشنقة وأرضية المنصة. ثم وفي 2:45 وصل 2 من المشرحة مع تابوت خشبي منبسط وضع إلى جانب منصة الإعدام. وفي 2:52 أدخل صدام إلى قاعة الإعدام، ووقف الشهود قبالة جدار غرفة الإعدام، وكانوا قضاة ومعممين وممثلين عن الحكومة وطبيبا. ويؤكد الجندي أنه وفي 1:03 قرأ مسؤول رسمي حكم الإعدام على الرئيس صدام، الذي كان ينظر إلى حيث يقف على المنصة غير مكترث، بينما كان جلادوه خائفين، فبعضهم كان يرتعد، والبعض الآخر كان خائفا حتى من إظهار وجهه، وهؤلاء ارتدوا أقنعة أشبه بأقنعة العصابات. ويقول الجندي الأمريكي في رسالته إنه كاد يركض إلى خارج غرفة الإعدام حينما رأى صدام يبتسم بعد أن ردد شعار المسلمين، كما يقول الجندي، أي بعد أن نطق كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويذكر الجندي أنه اعتقد أن المكان مليء بالمتفجرات ويشكل كمينا، ثم يقول إن هذا كان استنتاجا طبيعيا، فليس من المعقول أن يضحك إنسان قبل إعدامه بثوان قليلة. ويتساءل الجندي الأمريكي: ولكن ما سر أن يبتسم هذا الرجل وهو على منصة الموت؟ لقد نطق شعار المسلمين ثم ابتسم. ويختم الجندي الأمريكي رسالته بأن يؤكد مرة أخرى دهشته البالغة من ابتسامة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ثم ينقل إلى زوجته بعض ما سمعه ممن يسميهم أصدقاءه المسلمين من أن الشهداء يرون منازلهم من الجنة ولا يشعرون بألم عند موتهم.